السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. ودلوقتي تعالوا معانا هنعمل تحدي ما بين كشري الزعيم وكشري التحرير. دلوقتي بقى هنبدأ نوريكم كشري التحرير والحاجات اللي هو جايبها مع الكشري وكده يعني. طبعا ده بصل، شايفين مغلفينه حلو ازاي، وان هو عشان يحتفظ يعني بالبصل وكده. وطبعا ده الشطة برضو محطوطة في كيس متغلفة جدا. الشطة دي نار يا جماعة، يعني محدش يجربها، يعني لان احنا دقناها هناك كانت خطيرة جدا. طبعا لو عايزين تحطوا منها حطوا منها، بس ايه شوية صغيرين مش كتير قوي، لان كنت ممكن تحطوها كلها وترموا البتاع من كتر الشطة. بس طبعا الكشري كان تحفة جدا. دلوقتي هتشوفوه كانوا حاطين عليه كل حاجته وكل طبعا ده كشري التحقيق. هنوريكم كشري الزعيم بعد ده يعني، وهنوريكم كل حاجة ده وكل حاجة ده، وهتشوفوا انه الاحسن دلوقتي. دي شطة اهيت، وده الكشري وكل حاجة فيه حلوة جدا، يعني جايبين حاجة كل حاجة الكشري كلها موجودة. طبعا احنا وريناكم كل حاجة في كشري التحرير في الكيس دي الدقة. بس بصراحة شكل العلبة جميل جدا ويفتح النفس انك تاكلي، وبجد تحفة جدا. وطبعا مدينينا الشوك ومعاها منديل وكل حاجة فيها تحفة جدا، يعني نظام جدا ومحل منظم جدا. دلوقتي بقى كشري الزعيم هنوريكم كل حاجة فيه، ده تنظيم ايه وده تنظيم ايه. طبعا كشري الزعيم بيحطوها في اكياس، غير في كيس كده لبن كده عادي، بيحطوا الصلصة والدقة والشطة وكل حاجة فيها، بيحطوها في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. اما كشري التحرير حاطين كل حاجة مغلفة وعاملين نظام جامد يعني. في فرق ما بين كشري الزعيم وفي فرق ما بين كشري التحرير. العلبة طبعا اللي انتوا شفتوها في اللي هي التانية ديت كانت بتاعة التحرير دي كانت ب25 جنيه، اما الزعيم دي ب20 جنيه. دي كبيرة ودي كبيرة، ده حجم كبير وده حجم كبير. طبعا هو في فرق 5 جنيه، دي ب25 وده ده ب20. بس كشري التحرير عامل نظام جامد، فان هو حقه يعمل 25. زي ما انتوا شايفين فرق الاكياس غير فرق الاكياس بتاعة التحرير خالص، يعني ده بيغلفها لك في كيس لبن عادي كده وخلاص. اما كشري التحرير بجد نظام جامد. وطبعا زي ما انتوا شايفين اهو بيتفتح اهو، طبعا فيه كل حاجة، وطبعا حاطين فيه رز. اما كشري الزعيم مش حاطين فيه رز، هتشوفوه دلوقتي وهتشوفوا ده، وقولوا ايه برأيكم بقى في ده وده. ده طبعا حاطين فيه كل حاجة، كل حاجة موجودة في كشري التحرير. كشري الزعيم فيه برضو كل حاجة، يعني الاتنين حلوين، بس تحس ان كشري الزعيم مكتر، كشري التحرير مكتر قوي في الرز وكده يعني. وصلصته برضو كتيرة. احنا طبعا هنوريكم وانتوا تحكموا نفسكم، لان احنا مش هنقدر نقول مين الاحلى وده الاحلى او ده. انتوا طبعا تحكموا انتوا وتقولوا انه الاحلى من وجهة نظركم، بس احنا هنقولكم على الطعم عامل ازاي، انه الطعم احسن. فدلوقتي بقى بنحط الدقة دي. الدقة يا جماعة ما قلتلكوش عليها الاول، بس دلوقتي دي الدقة هي بتاعة كشري التحرير، ودي العلبة بتاعة كشري التحرير وكل حاجة. بجد في كشري التحرير نظام جدا، هو عاجبني في نظامه. بس انا دلوقتي هقولكوا طعمه عامل ازاي. ده طبعا مكتوب عليه البصل، هيحطوا دلوقتي عليه البصل دلوقتي. ودي المعالق، يعني جماعة نظام جدا. دلوقتي بقى ده البصل اهو، يعني زي ما انتوا شايفين البصل دلوقتي كان مقرمش جدا وكان طعمه حلو قوي. وبجد متوصين جدا في البصل ده، ومتوصين في كل حاجه بجد، يعني بجد تحفه قوي. وده الشطه حطينا شويه صغيرين، يعني ما كترناش قوي. وايه ودلوقتي شطه اهي. كانت حراقه جدا يا جماعه، فخدوا بالكم عشان انتوا ممكن تحطوها كلها ومتعرفوش تاكلوا الكشري. طبعا الكشري بجد كان جامد جدا. ودلوقتي كنا بنقلب الكشري، وده المناديل اللي هم جايبينها معاها، يعني بجد نظام جميل جدا وكل حاجة منظمة تقبلين. وشفت رز ازاي، يعني كل ده رز و... وبجد طعمه تحفة تحفة بجد. دلوقتي المناديل اهي طلعناها، شفتوه بجد حاجات تحفة جدا. دلوقتي بقى بدأنا ندوق اخويا صغير بياكل اهو، بندوق كلنا. ودي ريهام اهي بتدوق، وبجد كان طعمه جميل جدا.
طبعا أنا قاعدة صدفة وقاعدة انا كمان، بس انتوا مش شايفيني لان الكاميرا كانت قدامها هي. ودلوقتي هتشوفوني وانا باكل انا كمان. ده دخلنا بقى على كشري الزعيم. طبعا بقى كشري الزعيم حاطين كل حاجة عليه، مش حاطينه في كيس خارجي زي كشري التحرير. حاطين على البصل وكل حاجة بتاعته اهو. البصل اهو، كل حاجة فيه حلوة. وده الصلصة، تحس ان الصلصة بتاعته كتير قوي. طبعا كشري التحرير كصلصته مش قوي يعني، بس ده ب25 وده ب20 يعني. طبعا هما الاتنين حلوين، انا مش هقول حاجة، الاتنين بجد جميل. دي الصلصة اهي، قعدنا بقى نقلب فيها وبجد الاتنين احسن من بعض. انتوا بقى خدوا رأيكم. وده الدقة دي بيديك كتير، اما كشري التحرير بيديك في كيس صغير. الدقة دي تحط اللي انت عايزاه، البتاع الازازة مليانة وانت تحط اللي انت عايزاه براحتك. طبعا احنا اشترينا من التحرير ورحنا ناكل عند الزعيم. انا هو بقى منورة يا جماعة الدنيا. وبقول لكم رأيي جميل، رأيي ان انا كنت بجد كان الطعم تحفة جدا، واخواتي كلهم قاعدين بياكلوا يعني. بجد كان الاكل الكشري ده كان تحفة جدا، وكل حاجة كانت تحفة. كشري التحرير وكشري الزعيم الاتنين احلى من بعض. طبعا الطعم بتاع ده وده الاتنين قريبين من بعض جدا، بس الفرق بس ان دي طريقة التغليف، اما الطعم يعني قريبين جدا من بعض. طريقة التغليف بس هي اللي مختلفة. بجد الاتنين طعمهم جميل جدا، كشري التحرير وكشري الزعيم الاتنين احلى من بعض والله. الاتنين جمال جدا. زي ما انتوا بقى شايفين احنا كنا في العيد وكنا قاعدين بقى في وسط ناس كتير والناس كلها ياما، كانت الحتة زحمة يعني زحمة جامد. الحتة بطريقة فظيعة كانت زحمة جدا. وكنا بالليل يعني الناس بقى بتيجي تتجمع بالليل في الهوا، ويعني بيبقى أجواء حلوة جدا. وكل سنة وانتوا طيبين، يا رب تبقوا معانا دايما كده في القناة، وتشرفونا كده في القناة. وما تنسوش تحطوا لايك كده جميل كده زيكم. واللي ما بيعرفش يشترك هقولكوا ازاي، في كلمة اشتراك تحت الفيديو تشتركوا عليها. دوسوا على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي احنا بنعملوها، يجيلكوا اشعار ان اجمل توينز نزلوا فيديو وتتفرجوا عليه كده. وما تنسوش تحطوا اللايك، ما تبخلوش كده وايه وحطوا اللايك. وطبعا دي انا لايك طبعا يا جماعه مش بفلوس، احنا عايزينكم كده تحطوا لنا لايك تحفه جدا عشان تشجعونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات جميله، وتشوفوا حياتنا وان احنا بنتفسح. وطبعا كده تبقوا معانا دايما، وتشرفوا قناتنا كده وترفعوها كده عشان نتشجع بوجودكم في قناتنا. ودلوقتي هسيبكم في رعاية الله، ومع ألف سلامة يا أحلى أصدقاء أجمل توينز في مصر. وأتمنى كلكم كده تشرفونا في قناتنا وتحطوا اللايك، وأهم حاجة تكتبوا تعليق جميل كده شبهكم. ومع ألف سلامة، واكتبولي في التعليقات اتفسحتوا فين ورحتوا فين ورحتوا مع أهلكم فين، ويعني مع أخواتكم كده. وبحبكم جدا، ومع السلامة يا أصدقاء أجمل توينز.